أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في كورس المدرب الشخصي المعتمد من ICSA الاصدار ال11 2026، شرح وترجمه باللغه العربيه مع اسس بالعربي لخدمات التدريب الشخصي. الفصل التالي واللي بعنوان Psychology of Behavior Change، يعني علم النفس وازاي نغير سلوك الانسان. علم النفس وازاي نغير سلوك الانسان. هنفهم ونتعلم هنا ان فهمك لدماغ العميل هو مفتاح تغيير سلوكه واستمراره معاك، وان اتقانك لعلم النفس هو اللي هيخلي العميل يكمل معاك مش يتمرن معاك شهر ويسيبك. تقدر تقول الفصل ده واحد من اهم واخطر الفصول في شغل التدريب الشخصي. ليه؟ لان هنا مش بتتعلم تمرين عضلة، يعني مش بتعرف تمرين عضلة باي او تراي الحاجات المعروفة، لا ده انت بتتعلم ازاي تغير سلوك انسان وازاي تخليه يلتزم مش يتحمس يومين كده وبعدين يختفي. عشان كده من المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهاردة رقم واحد Define Behavior and Behavior Change. هنعرف يعني ايه سلوك ويعني ايه تغيير سلوك. يعني نفهم ليه الانسان من الاخر بيعمل اللي بيعمله ده. واحد كل يوم بيروح يشتغل، هو بيعمل كده ليه؟ عشان عايز فلوس، يبقى في دافع بيخليه يعمل كده. طب لو هو بيعمل سلوك غلط واحنا عايزينه يغير السلوك ده لانه يبقى سلوك صح ويفضل يكمل ويستمر عليه، نعمل ايه؟ ده هنشوفه هنا. رقم 2 explains the purpose of the stages of change and how they are applicable in fitness and wellness. هنفهم ان عشان نغير اي سلوك فهو ليه مراحل التغيير، ما بيتغيرش في ثانيه الا ثانيه كده. وهنعرف هدف كل مرحله ايه بالظبط وازاي نطبقها مع العميل بقى في اطار التمرين والصحه العامه. يعني العملاء مش كلهم زي بعض، في واحد لسه بيفكر انه يبدأ التمرين معاك، وواحد بالفعل بدأ، وواحد ناوي يسيب التمرين معاك اصلا. فانت كمدرب لازم تعرف تتعامل مع كل مرحلة وكل واحد بطريقة صحيحة، وتشوف ايه اللي انت تقوله لده واللي تقوله لغيره، وده اللي هنشوفه هنا جوه الحلقة بالتفصيل. رقم 3 Define Motivation, the Self-Determination, Why and Motivational Interviewing. هنفهم هنا ان مفيش اي فعل في حياتنا بيحصل صدفة كده، كل تصرف وراه دافع بيحركنا نعمله، وان كل واحد فينا عنده مجموعة دوافع مختلفة عن غيره. لو ركزت كمدرب وقدرت تكتشف الدافع الحقيقي للعميل ده مش بس هتخليه يتمرن، يعني واحد جاي يتمرن عشان العيال بيضربوه في الشارع مثلا، لو ركزت على الدافع ده انت هتخليه يكمل ويستحمل ويرجع تاني حتى لو وقع. وهنا بقى هنفهم حاجة مهمة جدا، وهو استخدام التحفيز بالكلام. وده مش زن على العميل انه يشترك وخلاص معاك، لان العميل برضه هيبقى ناصح وفاهم، لكن ايه اللي انت تقوله بالظبط عشان تخلي العميل ده هو اللي يقتنع ويقرر يكمل بنفسه معاك. يعني ازاي تحفز العميل من جوه، مش مجرد زن كلام من بره وخلاص. وده من خلال الكلام الذكي اللي هيخليه هو ان هو يتحايل عليك يكمل معاك او يشترك معاك اصلا. رقم 4 بقى describe the competence of a smart goal. هنفهم هنا ان عشان احقق هدف فهو ليه عناصر اسمها سمارت، اختصار الاس يعني هدف سبيسيفيك واضح كده وصريح. اما الام يعني ميجرابل يعني هدف قابل للقياس. اما الاي يعني افيلابل واقعي. اما التي فهو مرتبط بزمن. يعني العميل ما يقولكش عايز اخس وخلاص، لكن عايز اخس ادي هدف 2 كيلو ادي حددناه قابل للقياس، كيلو ايه بقى؟ دهون. خلاص كده؟ لا، في قد ايه تايم في الشهر عشان يبقى هدف واقعي ونقدر نحققه مع بعض. رقم 5 بقى والأخيرة explain the scope of practice for psychology and behavior change for a person training. هنا بقى لازم تعرف حدود شغلك كمدرب شخص. مش معناه ان احنا بنديك جزء علم النفس ان انت تشتغل لي طبيب نفساني مثلا، لا، لازم تعرف امتى تقدر تحفز وامتى تقدر توقف وامتى تقدر تحيل تقول لا الجزئيه دي الشخص ده مش مظبوط، محتاج اخصائي نفسي، مش انا اللي هقعد بقى واحكي لي يا بنتي ايه اللي حصل ونقعد بقى ما ينفعش طبعا ده. وده طبعا
أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahayat, founder of Oslo's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through Zainab to nutrition